السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد. الفيديو النهاردة مختلف شوية عن الارنبة بتاعتي خلاص هتولد اهيت، وانا حطيتها في امن مكان ليها المكان دوت. وهي مش بتعمل اي وساخة ولا اي روائح ولا اي حاجة خالص زي ما انتم شايفين كده. هي مجرد ما حست بس هي قربت تولد، لمت شوية الأكياس البلاستيك ديت وشوية قماش كده، علشان طبعا ايه بتجهز نفسها خلاص للولادة. انا عرفت اللي هي بتجهز لما لمت الحاجات ديت كده، وكمان نتفت شعر من شعرها علشان تدفي الصغار بتاعها ساعة يعني لما تولد. فانا لما شفت كده بصراحة قلت خلاص هي كده ايه، خلاص بتولد. وكمان زي ما انتوا شايفين كده هي بتحاول اللي هي تنظف نفسها او تسهل لنفسها عملية الولادة، اللي هي بتلحس بطنها وبتلحس جسمها يعني كده، علشان تجري الدورة الدموية عندها، وعلشان تسهل كمان عملية الولادة. الفيديو ده فيه معلومات مهمة للي بيحبوا يربوا الأرانب أو للي عايزين يربوا الأرانب يعني. آه، أنا بحثت بصراحة في النت علشان أعرف الأرنبة يعني لما بتيجي تولد بتعمل إيه، ولما بعد الولادة بتهتم بصغارها ليه. في نقاط كده معينة بحثت عنها. الأرنبة لما بتيجي تولد زي ما انتوا شايفين كده يعني ايه بتلم كل الحاجات ديت وبتشيل الشعر زي ما احنا قلنا من جسمها كده علشان تدفي صغارها. وبعد كده بعد الولادة بيبقى فيه سلوك فطري عندها وغريزي عند الأرانب كلهم، يعني علشان لضمان بقاء الصغار بتاعهم وحمايتهم. بتعمل ايه اللي هي بتلعق صغارها الصغيرين كده لما بتولدهم، علشان لعدة أسباب يعني هي طبيعية وغريزية في نفس الوقت. أولهم تحفيز الدورة الدموية والتنفس، عشان يعني بتنظف لهم أجسامهم من السوائل وكده والدماء اللي هي بتكون متبقية بعد عملية الولادة. ده بيحميهم من الأمراض. والنقطة التانية كمان إزالة الروائح اللي هي بتجذب الحيوانات، بتجذب الحيوانات للصغار يعني، وبتجعلهم أكثر أمانا. بصوا هي خلاص كده هي بدأت هي ولدت اهيت بدأت تولد. بصوا هي عملية الولادة بالنسبة لهم سهلة خالص يعني، بس بتاخد وقت طويل بقى على بال ما بتنضفهم زي ما انتوا شايفين كده وزي ما انا ما بقول لكم. وعملية النظافة ديت بتبقى سبحان الله غريزية عندهم. وزي ما قلت لكم علشان طبعا تعلمهم كده او تعرفهم، بتخلي اللعاب بتاعهم على جسمه، اللعاب بتاعها هي على جسمهم، علشان يعني بتقوي العلاقة بينها وبين صغارها، عشان تتعرف عليهم عن طريق الرائحة وتهتم بيهم. لما تلاقي صغار حد تاني بتعرفهم وتقوم طردهم بره عنها. وحاجات كمان الحاجات ديت بتقوي العلاقة بين الأم طبعا ايه وبين صغارها. وكمان عامل مهم جدا جدا اللي هي لما بتلعق كده جسمهم ومنطقة الجهاز الهضمي والمنطقة التناسلية عندهم، بتقوم الأم بتلعق كده المنطقة ديت علشان تحفز الأطفال الصغار على التبول والتبرز في الأيام الأولى من حياتهم. وزي ما قلت لكم سبحان الله سبحان الله، بصوا هي بتقعد فترة طويلة كده بتنظف جسمها وبتنظف المكان اللي هي موجودة فيه، يعني ما بتخليش ولا نقطة سوائل ولا نقطة دماء أبدا أبدا عليها ولا على صغارها ولا في المكان. طبعا علشان الحاجات دي كلها يعني نظافة سبحان الله، نظافة فطرية ربنا حاطط فيها الغريزة اللي هي تحمي بيها صغارها وتحمي بيها نفسها كمان من الأمراض. لما بتنظف نفسها بتحمي نفسها من الأمراض، وطبعا من الحشرات زي مثلا النمل اللي هو يبقى عالق فيها، وأي حشرات تانية وفيها وفي صغارها برضو. لما بتلعق بلسانها كده أطفالها، بتنظفهم. وعشان كمان احنا قلنا علشان تميز ريحتهم
من ريحة صغار تانيين. بصوا، هي تفضل فترة طويلة بصراحة، تفضل تنظف المكان وتنظفهم هم شخصيا، علشان تحفزهم كمان اللي هم يتبولوا ويتبرزوا. عشان هما طبعا بيبقوا عندهم حتة الكسل ديت في التبول وهم صغيرين يعني. الأجهزة بتاعتهم بتكون كسلانة، فهي بتحفز الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي اللي هو يشتغل في الأيام الأولى من الولادة. حتى كمان اللي مربي أرانب بيبقى عارف تاني يوم من الولادة أو في نفس اليوم، يعني بعد ساعة أو بعد ساعتين من الولادة، ما بتلاقيش ولا أثر خالص للولادة ديت خالص، ما بتلاقيلهاش أي أثر. ليه؟ علشان هي بتنظف أول بأول بلسانها، ولسانها دوت فيه مضاد للميكروبات. سبحان الله، حاجة غريزية كده، وحاجة ربنا خلقها لها، وفطرة من عند ربنا. سبحانك يا ربي، سبحانك جل في علاه. ربنا وهب لها او منزل في قلبها فطرة وحب الأمومة وغريزة الأمومة. يعني فيهم هم أمثالنا، يعني زيهم زي الأم من البشر بالظبط. يعني هي حيوان ونفس الغريزة بتاعة الأم البشر. النظافة والصبر برضو. بصوا، هي صابرة وعمالة تنظف فيهم، وعمالة تنظف المكان، وعمالة تلم حاجات علشان تدفيهم وتهيئ لهم المكان المناسب اللي هم يبقوا في أمان، ويبقوا نضاف وبعيد عن أي حشرات اللي هي تيجي تتلم عليهم. يعني هي بتولد في الأرض، المفروض الأرض ديت في حشرات، في نمل، في أي حاجة تبقى عالقة بيهم. هي سبحان الله غريزتها أو ربنا أوحى فيها وهب لها الفكر اللي هي النظافة، اللي هي تحافظ بيها على عيالها أو على صغارها، وتديهم الأمان اللي هم يتحركوا واللي هم يعيشوا في أمان. بعد كده، بعد ما بتنظفهم كده، بتديهم بترضعهم، وكمان بتغطي عليهم بالحاجات اللي هي لمها ديت علشان تدفيهم. سبحان الله، اهو هي ولدت 2، الحمد لله، ربنا يبارك فيهم. والحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب، ربنا اللهم بارك. وهي بس الحمد لله، هي بس ايه تهتم بيهم، وانا حاسه ان هي هتهتم بيهم ان شاء الله، عشان هي شكلها كده ام طيبه.